انت ليه ما تتكلم في الامارات؟ قلت لك احنا لازم نقول في شنو؟ انت ما توجهنا نتكلم في دخلت شنو؟ البشير، انت ماسكه في البشير، ماسكه في البشير، ليه ما قاعد تتكلم في يا اخي الامارات؟ انتوا الامارات دي غاشين باس شعب السوداني لانه دارعين مصايبكم يعني في الامارات. انت ما الزول عندها المصنع ما عندها الحقيقي تحاربه من الداخل يا ما زول. عندها انت دخل، يعني تكفل ما عندها تريد دخل، المصنع الحقيقي ما عندها للارتزاق من دخل يعني الداخل. الامارات، ما عندها دخل الامارات صح؟ الامارات دي جابه لك البشير يا بشر. انت تفهم ولا تفهم سياسه؟ ما تفهم سياسه، انا ما عندي زمان اضيعه معاك. انزل من والله البس. اقول لك كلام، اقول لك يا زول شوف، اقول لك شوف يا ناريمان هوي، احنا ما قاعدين نساك ساكت. انا شفت الجنجويدي ده، شفت من كلامه ساي قاعدين نعرفوا جنجويد، وقبل يومين طلع لك في فيديو يعني احنا دايرين سلام وما دايرين سلام، وجا وقت السلام وما جا ما وقت السلام يخصك بعد انت، الفجر. ما يخصك. ما هو الكلام ما واضح. البلد دي ما سلام حقك يعني انت. ما انا طلعتك يبقى زي القسط ده ليبيا. عشان شوف انت يا قبل ناريمان كلمه هوي، شوف قلتها. يا ناريمان، اسمع، انا اي طلعتك بني القسط ادم، ده اي بني اسمع، انا طلعتك القسط ده لكلمه قبل قلت انا قبل لما قاعده اتكلم. انت قبل كتبت لي تحي شنو؟ قلت لي بيجي شنو؟ حاجه كده يجي انتظر اليوم الجايك ولا شنو حاجه كده. ده انت ده. انا رفعتك القسط عشان كلامك ده، واصل اناقشك في كلامك اللي انت قلت ده. انتوا السودان ده حق ابو منو فيكم؟ ليه ما باجي السودان؟ اجي السودان في عينك وفي راس بيتكم، وافتح افتح لك الميوت تتكلم. يلا وريني، ده انت قبل ذاتك راجي ده. يلا تعال وريني. نحن نشم الدعامي، مش الدعامي ده نشمه كيف؟ انت الدعامي الحقيقي راس الحي الكبير البشير ما ده ما تعمل له حاجه. اسمع اقسم بالله العظيم، اسمع الكلام اللي بيقول لك ده يا ناريمان. يعني احنا شفت دمهنا ده واغتصاب ابناء اخواتنا ده، شفناه نحن بعيوننا بيبكوا بدموع شفتي يعني احنا في السودان ده، شفتي اي زول بقيت اعلامي، بقيت ناشط، بقيت كائن من كان باع البلد دي. الله السودان ده كان قال لي شفت بيطاشيره، كان بقي سوداني، بعت السودان، بعت دم اخواننا ديل. يا اخونا كده خلي كلام كثير ده. انت شو رايك في البرهان؟ اسمع كده خلي كلامك كثير ده. شو رايك في البرهان انت؟ منو؟ شو رايك في البرهان؟ برهان في الميدان مش قاعد يقاتل. برهان في الميدان بتاع شنو يا راجل؟ انت ذاته واحد مش قاعد يقاتل. واحد فوز انت قاعد تتكلم فيه. برهان ده هو اللي قتل اهل الفاشل، ما جنجويد. لازم تعرف الكلام ده عشان تيجي تتكلم. البشير اللي انت حاطيه وما دار تتكلم فيه ده هو اللي سبب كل الاشياء. مواطنين اللي ماتوا ده اذا كانت جنجويد هم اللي مشوا نفسه بقرارات بتاعه هو. انت تقدر تقول الكلام ده؟ انت انسان خاين يا راجل. انت اسمع انت دافي. انت انا الشيء اللي قريته منك، انت يا اخي ما تقول لي اسمع كده دقيقه بس. انت انا ما الشيء اللي قريته منك كده دقيقه يا اخوي. اسمع، يا اخي دقيقه نخليك بعدك. انت كمل يا اخي ما كلم كلامك. انت ابوك خليني اقول لك كلامي يا اخي دقيقه. ما تربط لي انت ما قبل كده ما اقدر ارد لك. انت سالتني لا دقيقه. انت ما قلت برهان في الميدان. عايز ارد لك. انا عايز ارد لك. برهان ده لا في الميدان لا الله قال هو ذاته اكبر جنجويدي. البرهان اللي انت ماشي جاري بوراه ده هو ذاته جنجويدي. اذا فيه برهان ده انت الناس بينكم ذاته يموت. انت اللي تيجي تدافع عن البرهان ده. برهان وكباشي ده هم اللي كان يعني يمرروا الطائرات اللي قايرين بيمشوا بيضربوا. انت عارف العبد اللي هسه قاعد ده اللي بيقول له الكباشي ده كان هو اللي بيمرر على اساس الطائرات من الخرطوم يمشي يضرب في اقليم جبل نوبه. هو حتى الان في بعض بيقول لك لا كده دقيقه يا اسمع، كده دقيقه. التحيه والتقدير دقيقه يا اسمع. لكباشي، والتحيه والتقدير لياسر العقل. يا اخي انت عبر السنه تحيه بتاع شنو يا والتحيه والتقدير لاي سوداني شريف شايل السلاح قاعد يقاتل الجنجويد. نحن معه. فهمت كلامي؟ دقيقه بس انا بقول لك حاجه يا رجل. الناس في دقيقه انا بقول لك حاجه. لا الناس حاجه يا رجل. يتكلموا في الامارات، يتكلموا في الامارات بس كلنا كيزان. الامارات بتاع شنو يا رجل؟ هو منو جابه كده يا ناريمان؟ اعمل لي ميوت لعبده الاصنام ده. شوف انتوا ناس حتى الان عقليتكم عقليه بتاع كيزان على اساس الاتجاه بتاعي انا وده قبيلتي انا لما ارتكب فيه جرائم ذاته نحلي ونتكلم في قبائل الثانيه. ده ما نحن يا اسمع، ده ما نحن سودانيين. الزول اللي ارتكب جريمه ده ارتكب جريمه هو مهما كانت بيتحاسب زيه زي الجنجويد، ما في فرق. انت الان ناس اللي ماتوا في الفاشر ده تواطؤ من البرهان ده ذاته، من البرهان ده وعرف تماما جنجويد ديل لما يدخلوا المناطق المدنيه بيكتل المدنيين. عشان كده عامل تواطؤ وما يعني خلال 3 سنين ده
ما قادرين ينزل حتى يعني اكل للاطفال اللي قاعدين بموتوا من الجوع. ده برهان، ده ذاته برهان اللي انت جاري بوراه ده. نحن برهان ده ما في فرق وبينه بين الجنجويت اللي قاعدين بيقاتلوا فيه ده. هو الكلام ده في راسك. نحن لما وقفنا في اجل المواطن السوداني، ما قيادات اللي املاء. انتوا نسيتوا البرهان ده ذاته بتعليماتهم في اقتسام القياده العامه ده هو اللي قتل المدنيين في عاصمه الخرطوم. نسيتوا انتوا؟ طباشي الحدث ما حدث ده هو اللي كان مش متفق مع جنجويد ديل عشان يقتلوا المدنيين ده. نسيتوا انتوا؟ ودايرين تجي تبرروا عشان يعني عشان الناس ديل هم موجودين في قيادات بتاع الدوله. نحن ما سنم بتاع اطفال، نحن ما الناس اللي بعبدوا اصنام، احنا ما الناس اللي ما عندهم قرار، اللي خاين قاتل جي قاعد بس يعني في مستوى القرار في داخل الدوله ده ما تقدر تتكلم عنه كلام. ده ما نحن اذا نتكلموا في هذا الاطار كان ما نقيفوا مع السودان ذاته. عشان كده الان المرحله الجايه ده لازم المحاسبه بيبدا ذاته من البشير اللي الان حتى انه هو يعني بصدر التعليمات للجنجويد وللناس اللي قاعدين دين وعلى راسهم برهان وقباشي. تعرف الوحيد في داخل الدوله ده الان مع مواطن السوداني هو ياسر العطا. اذا ما وقفتوا كويس ياسر العطا ذاته بيودي لكم، لانه هم ذاته جنجويد القيادات اللي الان موجودين في داخل الدوله ده. منو منكم بقدر بيتكلم؟ واحد بيجي بيقول لي جيش. في فرق بين الجيش والقيادات خونه في داخل الدوله. الجيش ده هم المواطنين، هم الجنود الاحرار اللي قاعدين بيقاتلوا من اجل اسرهم. لكن كل القيادات دي ما في واحد قيادي هو عنده مواطن سوداني. يوم اللي حرب ده زي ما قاعد يحصل في مناطق اخرى ده لما يجي يحصل في شمال السودان لقتل المواطنين بركبوا طائره بتاعهم اي دوله بيمشوا امارات، بيمشوا للناس اللي بيقولوا اقتل لهم المواطنين. انت بس تعال شيل عيالك ده واقعد معنا هنا. هم مستمرين على الاطار ده. عشان كده اي سنم في داخل الدوله ده قبل كده ارتكم ما في واحد بيجي بيتكلم لنا على اساس فلان ده كويس والفلان ده ما كويس. احنا عارفين يا قيادي كويس ويا قيادي هو ذاته خاين وهو ذاته اكبر جنجويد بس لابس له لبسه بتاع الجيش. يعني بيفتكر بانه يعني هو الجيش وهو القيادي. اذا هو ما في نحن كله يعني المواطن السوداني ده يعني خلاص الاكسجين بتاعه بينتهي. ده كلام فارغ. ده انتوا ناس عبدة الاصنام. اذا كانت حقيقيين مفروض البشير ده من يوم بكره ده تتلوا في ميدان عام ترصصوهم ذاته، لانه انتوا كلكم ناس مجرمين. ترصصوا وين يا زول؟ زميلك